السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الكغاطا بالبطاطا والدنجل والكفته، كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف. عندي هنا حبه بطاطا كبيره، عندي هنايا 3 ديال الدنجالات. هاد الدنجال هذا غادي نخشيه في الفران، والبطاطا غادي نسلقها. خليكم معايا. هنا البنات خديت لاطه درت فيها ورق الطهي ودهنتها بشويه الزيت صافي، وغادي ندير الدنجال ديالي. صافي، وغادي نرش عليه شويه ديال الملح البنات، وغادي ندخلو للفران. دابا البنات من بعد ما خشيت هذا الدنجال في الفران، غادي ندير البطاطا ديالي تتسلق. هنا راه ما درتش فيه الملح البنات صافي، وغادي نمشيو نحضروا لاصوص والكفته. هنا البنات خديت 3 ديال المطيشات اللي حكيتهم وفص ديال الثوم. خديت انا مقيله درت فيها شويه ديال الزيت فاش غادي نشحر هذيك المطيشه ديالي. ودابا البنات من بعد ما كتشحر ليا مطيشه كنزيد عليها الكفته، وغادي نزيد توابل، ملحه، البزار، سكينجبير، الخرقوم والتحميره، غير شويه شويه. ملي كتشحر ليا الكفيته ديالي كنزيد عليها واحد شويه ديال الزعتر. ها هو لاصوص البنات وجد، كنضيف عليه واحد نصف كاس من الماء باش كتبقى ليا ديك لاصوص خاطره صافي، وكنطفي عليه. ها هو البنات الدنجال من بعد ما جبدته من الفران. ودابا البنات غادي نحضر معكم واحد الصوص تقريبا بحال البيشاميل غير هي مختلفه. عندي هنا 3 ديال الكيسان ديال الحليب، 3 د المعالق ديال الدقيق الابيض، 3 ديال الجبن مثلثات، وعندي شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. غادي نديرو كلشي في مولينكس وغادي نخلطو الخليط ديالنا ونطلاقاو. ها هو البنات داك الخليط اللي طحنت، ها هو كيجي على هذا الشكل هذا. هاد الصوصه البنات راها كتجي خطيره في المذاق. انا هذه هي الصوص المعتمده عندي، ما كنديرش البيشاميل، ما كنديرش فيه الزبده. هذه هي الصوص اللي كنعتمدها، راه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها على حسابي. صافي، وغادي نبقى نحرك فيه باش ما يتلصقش ليا. صافي، كنبقاو نحركو بحال هكا حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا، يا اما نخليوه خفيف شويه يا اما نخليوه شويه ثقيل، على حساب كل واحد وشنو كيبغي. يا اما كيبغي اللي كيبغي لاصوص خفيفه يخليها خفيفه، اللي كيبغيها ثقيله يخليها شويه ثقيله. صافي، دابا البنات من بعد ما طاب ليا كلشي، ها هو البيشاميل البنات انا كيعجبني هكا ثقيل. غادي ندير شويه من تحت في المول باش الكغاطان كيلصق مزيان. نزيد واحد شويه. دابا غادي نضيف البطاطا، ودابا غادي نزيد لاصوص. ودابا غادي ندير الطبقه ديال الدنجال.
ودابا غادي نزيد ديك لاصوص اللي بقات ليا هي ديك الكفيته. الكغاطا البنات راه كيجي رائع بزاف. هذا من الات الكغاطا اللي كندير بزاف، كيعجبني بزاف. كيجي داك المزيج ما بين الدنجال والبطاطا والكفته، كيجي واحد المذاق فيه رائع بزاف، كيجي لذيذ بزاف. ودابا غادي نضيف الصوص بيشاميل اللي بقات. معليش واخا تخلطات بلاصوص صافي. من بعد ما ساليتها غادي ندخلها للفران اللي كيكون مشعل من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180. حيت البنات كلشي كيكون طايب، ندخلها غير تكغاتينا كلشي كيكون طايب. هاد الكغاطا راه كيجي رائع جدا 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 لذيذ بزاف. ها هو البنات الكغاطا من بعد ما جبدته من الفران راه كيجي لذيذ بزاف. دابا غادي نقطعو معاكم، غير جربوها البنات بهذه الطريقه راه كيجي رائع. هانتوما البنات كي تيجي راه كيجي خطير. هانتوما كيجي لذيذ بزاف البنات. يلا كنتمنىكم تجربوه وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. يلا بسلامه عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.